الرحيم. النهارده ان شاء الله هقول لكم على اللي انت تعمليه في الكنافه عشان تطلع مظبوطه معاكي. وفي اي كنافه بقى، سواء كنافه بالقشطه، كنافه النابلسيه اللي هي بالجبنه، دي القاعده بتاعتها اللي بتخليها ما تسيبش معاكي وانتي بعد ما بتحطي لها العسل. وكمان تتفرول معاكي وتبقى عامله زي تتكسر بسرعه معاكي وانتي بتعمليها. انا بحطها في الفريزر قبلها بيوم، لان عشان اجيبها اعملها بحطها في الفريزر قبلها بيوم، بتبقى جامده كده. ما بحطهاش في الكبه ولا حاجه، يا دوبك بس لما اجي اكسرها كده تتفرول معايا بسرعه. يعني بص هنا تتفرول معايا بسرعه، تتكسر كده اهي اهي. افركها بايدي كده الاقيها بدات تتكسر معايا اهي. تبقى جامده كده زي التلج اللي تتكسر بسرعه، وما تحتاجش ان انا اعملها، ان انا احطها في الكبه. اوريكم شكلها بعد ما افرولها كلها، عشان طبعا انا بعملها بصور وبعملها بايد واحده. هنا انا بقى هنا بحط لها كوبايه الا ربع، نص كيلو، دي نص كيلو، نص كيلو كنافه. بحط لها كوبايه الا ربع سمنه سايحه، و3 معالق سكر بودره. ده السكر بودره بيمسكها، وفي نفس الوقت بيديها طراوه لما تحط لها العسل. هنشوف دلوقتي شكلها بعد ما افرولها واحط لها كمان السكر والسمنه. يلا معايا. فرفرناها اهي شكلها مفرفره معانا. نحط لها السكر والسمنه، ونقلبهم مع بعض، ونقلبها لغايه ما تاخد من السمنه والسكر. وبعد كده بقى ندهن تارت، عشان احنا ان شاء الله هنعمل تارت الكنافه بالكاستر والفواكه. هندهن التارت. طبعا هو صغير التارت مش كبير قوي، يعني متوسط حوالي 20 قطره 20، فهندهنه بيها. طبعا النص كيلو هيبقى ياما على التارت، فطبعا احنا ناخده حته على حسب الكميه اللي هناخدوها طبعا الصينيه بتاعت اي صينيه عندك، وحطي الباقي في الفريزر. وبعد كده طلعيه واعمليه تاني. يعني ممكن تعمليه بقى اي حاجه بقى، ممكن تعمليه تارت، او تعمليه مثلا كب كيك، في قوالب الكب كيك، او تعمليه مثلا صينية كنافة نابلسية مثلا بالجبنة، على حسب بقى. ممكن تعملي كيلو مثلا وتحطيه في اكياس على حسب الكمية والوجبة اللي انت عايزاها، وتحطيها في الفريزر. مش هيحصل اي حاجه. تطلعيها تبرد، طبعا انت مفرفراها وعامله كله مجهزاها وكل حاجه، تطلعيها تبرد واعمليها زي ما انت عايزه. دي طريقه ممكن تخزنيها في الفريزر، هتبقى معاكي سهله. وطلعيها، وبدل ما تطلعي بقى وتعملي كل شويه تكسريها وتحطي سمنه، على حسب بقى ما انت عايزه. نص كيلو ممكن تضاعفي الكميه وتعملي وتقسميها زي ما انت عايزه. هنا هنقلبها وهنشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، وهكبسها في الطرط ونشوف شكلها. يلا معايا. دلوقتي هنعمل الكب كيكس اللي هي الكنافه في قوالب الكب كيكس اهي. انا عملت قبل كده، وريتكم ازاي الكنافه تتعمل من الفريزر، وتفرفريها وتحطي لها السكر والسمنه. طبعا انا طلعتها من الفريزر، كانت بتحطها كيس في الفريزر اللي فضل مني من الكنافه اللي انا كنت عاملاها التارت كنافه بالكاستر. فانا النهارده عاملها في الكب كيكس، في قوالب الكب كيكس بالكاستر برضو بالفواكه، بس بشكل تاني. دي شكلها اهي كنافه اهي، تبقى مفرفره اهي. بتعمليها بقى انتي اي حاجه عايزاها، صينيه كنافه بالقشطه، صينيه
تارت بالكاستر والفواكه، صينيه، على حسب بقى ايه الانواع اللي انت عايزاها. وممكن كمان كنافه اللي بتاعتنا القديمه اللي هي في الطاسه، ان شاء الله برضو هنزلها لكم واعملها لكم عشان اوريها لكم بتتعمل ازاي. دي شكلها. بناخد حبه هنا كده ونحطهم في الكب كيكس اهو، في القالب اهي. حطينا الكنافه في قوالب الكب كيكس. بناخد القالب عادي، قالب فاضي، وبعد كده بنحطه كده اهو ونكبسه بيها كده. بقى القالب اللي عندنا المكبوسه اهي عباره عن قراص، نحطها بقى في الفرن ونشوف بقى بعدها ما تطلع يبقى شكلها عامل ازاي. يلا معايا. خلصت اهي. هنا بعد ما طلعتهم من الفرن بحط عليهم عسل بس خفيف شويه عشان يبقى طريه شويه، ما تبقاش ناشفه. بعد كده بقى ايه، اجيب الكيس الحلواني. كيس الحلواني حاطه فيه كاستر اهو، واحطه كده اهو. وبعدين اروح جايبه الجنب التاني احطه كده اهو، بالكاستر برضو احطه فوق الوش كده. وفواكه بقى، اي فواكه عندك، خوخ، انا خوخ هنا عاملاه مخلياه احطه كده. وفراولة، هي دي فراولة فروزن، مش مشكلة لما تبقى فروزن عندك اهي. وده شكلهم، ده شكل كنافة الكب كيكس اهي. بتبقى جميلة قوي لما بتعمليها كحلو، ومثلا بتعملي على قدك، مثلا على قد افراد الاسرة، بتبقى جميلة قوي. ويا رب تكون عجبتكم، والف شكر.